بيت الله الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. الحجاج يطوفون حول الكعبة 7 أشواط طواف القدوم، وهو أول واجبات الحج. يدخل الحجاج هذا البناء الكبير حيث يشربون من بئر زمزم المأثورة التي عثرت عليها السيدة هاجر تحت أقدام سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهي تبحث عن الماء عند نزولها بأرض مكة. لجميع المسلمين شغف كبير للارتواء منها والتبرك بمائها، وحسبهم في ذلك أنها سقت كثيرا من الأنبياء وخاتمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أتيحت لنا فرصة نادرة مكنتنا من تصوير الحجر الأسود الشريف علامة البدء في الطواف دون أن تحجبه الكتل البشرية التي تتزاحم لتقبيله والتبرك به. صاحب الجلالة عبد العزيز آل سعود ملك الحجاز وأمير البحرين وكبار رجال المملكة السعودية يطوفون حول الكعبة الشريفة قبل الاحتفال بغسلها، وذلك تمهيدا لإلباسها كسوة الإحرام قبل حلول يوم الحج الأكبر بعرفة. الكعبة من آل الشيبي يعاونون جلالة الملك في الصعود إلى الكعبة الشريفة، حيث يقوم جلالته بغسلها بنفسه بماء زمزم المعطر بماء الورد والمسك. انتهت حفلة غسيل الكعبة الشريفة. نعود بكم إلى الحجاج فنراهم قد أتموا طواف القدوم ثم تأهبوا للسعي. الصفا ربوة في طرف جبل قبيس أحيلت إلى درجات كالسلم، وعنده يبدأ السعي. يسعون بين الصفا والمروة سعي القدوم رافعين أصواتهم بعبارات الدعاء والاستغفار في تضرع وخشية، ويحمل أصحاؤهم المرضى والضعفاء حتى يتيسر للجميع الحج كاملا. المروة وهو كالصفا مدرج فوق ربوة بطرف جبل قينقاع، وعنده ينتهي السعي. في يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة أو في صباح اليوم التاسع منه، يذهب الحجاج جميعا إلى عرفات محرمين إحرام الحج ليؤدوا فريضة الحج الأكبر. يصعد معظم الحجاج إلى عرفات على متون الإبل لأنها أيسر نفقة على الكثيرين وأكثر مشقة للذين يبتغون زيادة الأجر من رب العالمين. نحن الآن في عرفات، سهل فسيح محاط بالجبال، ملقى قف ليس فيه ما يشفي غلة أو يسيغ غصة، ولكن له من قدسيته نفحة روحية ما بعدها نفحات. إلى عرفات
ربي، ها قد أتى الناس من كل فج، وهرعوا ينسلون إليك من كل حد، حفاة عراه لا فرق بين غني وفقير، أمير وحقير، يتمثلون في موقفهم هذا يوم الحشر العصيب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رجال الشرطة السعوديون يتلقون الأوامر من رئيسهم للسهر على راحة الحجاج وإرشاد من يحتاج منهم إلى إرشاد، بينما هم جميعا محرمون يؤدون الفريضة، فلا يكاد يعرف أحد أنهم حراس رسميون لولا ما يضعون أمامهم من سلاح. بعد فوات جزء من ليل هذا اليوم المبارك ينفر الحجاج جميعا إلى المزدلفة، حيث يذكرون الله عند المشعر الحرام، ويلتقطون 7 جمرات من حصبائها ليرجموا بها الشيطان الكبير في منى. يتوجهون بعد ذلك إلى مكة المكرمة فيطوفوا بالبيت العتيق 7 طواف الإفاضة. خدم المسجد الحرام ينزعون عن الكعبة الشريفة ثياب الإحرام وكسوة العام الماضي ويلبسونها الكسوة الجديدة. بعد انتهاء طواف الإفاضة يسعى الحجاج 7 بين الصفا والمروة سعي الإفاضة. يحلقون بضع شعيرات من رؤوسهم كيما يتحللوا التحلل الأكبر ويلبسوا المخيط كما كانوا قبل الحج. في نفس اليوم يعود الحجاج إلى منى لقضاء بقية أيام التشريق الثلاث، فيقيمون في مضارب الخيام يذبحون خلالها خراف الضحية ويرمون الجمار. من الكبير يخترقه الحجاج كل يوم من أيام التشريق قاصدين الجمار الثلاث لحصبها. في مثل هذا اليوم من كل عام وهو ثاني أيام التشريق أيام العيد الأكبر، اعتاد حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز أن يستقبل كبار الحجاج في قصره بمنى ليهنئهم بالحج المبارك. بعض الوفود داخلين إلى حضرة الملك، من بينهم سعادة أمير الحج المصري وبعض طلبة الجامعة الأزهرية. تجرى بعد ذلك حفلة عرض كبرى للجيش الحجازي أمام ناظري جلالة الملك. جلالته واقف يعرض جيوشه ومعه أمير البحرين وأمير الحج المصري ولفيف كبير من الأمراء الحجازيين وكبار رجال المملكة السعودية والأقطار الإسلامية.